لان كانت أسامة، انت ساعة ما كانوا بيجذبوا دراعك انا شفت انا متدهور يعني. انا شفت ان اتضرب ضربة جامدة على دراعك من هنا في لوح الكتف، فكان كل ما بيحركوا دراعك ده تصرخ بألم. هل كان شرخ ولا كسر ولا ايه بالظبط؟ اشمعنى كل ما كانوا يمسوا الدراع ده كنت بتصرخ بألم؟ هو انا اول مره اتحط في موقف زي ده. لا، الصراخ بألم لما عند لمس انا اول مره اتحط في موقف، انا كان في اول مرة تتعرض لإهانة بهذا الشكل او ضرب؟ اول مره حد يهني بالطريقه دي. ده من باب انك مسالم وحياتك كلها ما دخلتش. انا ما اتعاملتش مع حد بإهانة للدرجه دي عشان يعاملني بنفس الدرجه دي. فانا ما اتحطيتش في موقف زي دوت، لان هم ممكن برضو حتى اللي بيضرب بيبقى محترف في الضرب. لو هو حكومه اللي بتضرب هتبقى محترفه، ما بيتصرفوش ضرب بغشم يعني. لا لكن ده غشم منهم، هم مش فاهمين او مش عارفين بيتصرفوا ازاي. تمام. فهم كانوا زي ما تقول كده ايه، بيمسكوا اي حد فار ويكهربوه ويبهدلوه ويدلقوا عليه ميه سخنه مثلا وتعذيب عشان يموتوه. لكن ده كان موت، ده مش اذيه بس، لكن ده كان ضرب وموت. قاومت يا أسامة كنت بتبدي روح كبيرة من الشجاعة، وبعدين استسلمت يعني قلت موتوني اعملوا ما بدلكم بقى. انت كنت حاسس ان خلاص هو المقصد انك تتسوق في الصورة ديت وانك تشوف، وشفت ان مفيش امل، محدش سامع، عشان كده بطلت الاستغاثة؟ طبعا هو محدش عايز يفهم. ده كان شعورك فعلا ان مفيش حد هيسمعك؟ محدش هيسمع استغاثتك، مش كده؟ كان خلاص بقى هم صم بكم عمي فهم لا يفقهون، يعني هم مش فاهمين. هم كنت متوقع انك تخرج حي يا أسامة من لا طبعا، هو كانت اهانه. انت كنت بتقرا قرآن كده او بتتمتم بعض الشيء؟ هل كنت بتشاهد ولا بتعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ ما انا كنت حاسس ان انا خلاص، ده انا الافضل ان انا انتحر بقى يعني فعلا لو كانت توفرت في ايدك وسيله كنت موت نفسي احسن، لان كان انتحار احسن. كان العذاب موجع جدا. طبعا انقلب كبير جدا وانت تحت التعذيب. حتى انا ما اكلتش وشربت يعني. ما قدملكش حاجه خالص؟ لا، هم بيحاولوا ان هم يسترضوني. في عدسات كتير صورت وانت بتشرب عصير بيحاولوا ان هم بيحاولوا ان هم يعملوا ايه يعني، يجملوا من صورتهم، بحيث ان هم قال ايه يشربوني بقى عصير وياكلوني، وانا رفضت الاكل. ايوه يعني انا يعني حاولوا يقدموا لك اكل بالفعل. في واحد بنضاره ده اللي انا فاكره وشه مليان قوي، ده كان عايز يشربني عصير وعايز ياكلني بالعافيه عشان ده من الشباب ما يبانش. لا، ده مش من الشباب، ده واحد كبير، ده سنه كبير كان بيحاول ياكلك. كان عايز ياكلنا. وانت رفضت. وانا رفضت الاكل. كنت عايز ارفض اي حاجه بقى. كنت بتسعى للموت باي شكل؟ اي حاجه بقى طبعا. ايه انواع التعذيب اللي تقدر تفتكرها يعني، الاشياء اللي مرست معاك؟ لا، اللي انا افتكره ان هو كان في ضرب بسلاك كهرباء، سلوك كهرباء واجهزه، في اجهزه كهرباء بتكهرب الجسم. صاع كهربائي. صاع كهربائي. ايوه بتكهرب الجسم. وفي خشب، كانوا بيضربوني بخشب كمان. حتى الحبال اللي كانوا رابطين بيها ايدي كانت بتألمني جدا طبعا، يعني حاسس ان انا ايدي بتقطع بسكينه، يعني ربط من غير رحمه يعني. طبعا، ما بقول لك ما بيفهموش. ما حاولتش تسالهم انتوا ليه بتعملوا كده او بتتصرفوا كده معايا ليه؟ هم اعتقد ان هم ليهم مبدأ معين، ما اعرفش هم بيتصرفوا على اي اساس، ان هم بيشكين في ناس هم ما يعرفوهمش. بس هل انت كنت موضع شك؟ انا كنت رايح محترم جدا، لقيت نفسي مش محترم خالص بهدوم اللي متقطعه حتى يعني. وانت ده هم كانوا عاملين حاقدين على بطنك وعاملين السحت واللي ربيته من الحرام وما اعرفش ايه. عرفوا منين؟ انا حسيت انهم بينهم وبينك طار قديم، يعرفوك من زمان. هم بيقولوا اللي انت ربيته من الحرام ده كله هنطلعه عليك. انا ما اعرفش والله هم من اي يعني انا شايف عيشتك يعني انت زيك زي اي اسره مصريه. انا هو تعالى صور يعني حياه يعني زي اي اسره مصريه متواضعه. وانا انا من طنطا اساسا. ما اعتقدش ان يكون في بطنك قرش حرام. انا من طنطا ورايح القاهره عشان عايز اروح ميدان التحرير، عايز اشوف الناس
واخد تحويشه العمر في جيبك؟ لا مش تحويشه العمر الحمد لله. قد ايه 700 جنيه العمليه مستوره الحمد لله. بس انا كنت لا 700 جنيه اللي اديتهم للتاكسي دول سبتهم دول شيت عليهم في قد ايه؟ لا الحمد لله يعني. بس احنا ما بنتكلمش في فلوس، اهم حاجه كنت اوصل لميدان التحرير، لان انا حسيت ان انا محتاج ان انا اشوف الناس ديت واساندهم وهم يساندوني. طبعا كان في كميه كبيره جدا، تعتبر مصر كلها كانت في ميدان التحرير، فازاي ان انا ما اكونش موجود؟ هو ده اللي انا حسيته يعني. بس لقيت الناس ديت بتعاملني المعامله ديت، انا ما اعرفش ليه. معلش يا اسامه حصل خير. كان جسمك فيه علامات واثار كثيره للتعذيب، لسه باقي منها حاجه ولا بعد 4 شهور راح؟ دي ايه عباره عن ايه بالظبط؟ عضه دي ولا ايه؟ ما اعرفش، دي كهرباء اعتقد. كهرباء ازاي؟ حصلت ازاي؟ كهرباء هناك من التعذيب برضه. دي بالعصايه اللي قلت لي عليها ولا مش عارف والله. انا فجاه لقيت العلامه دي في ايدي. وازاي اتاكدت انها علامه كهرباء؟ منهم انت يعني اخر حاجه شفتها كانت هي التعذيب بالكهرباء؟ طبعا. كانت ازاي؟ عباره عن ايه دي يا اسامه؟ ما اعرفش، هي عصايه كبيره كده وبتطلع ماس كهربائي، يعني صاعقه كهربائيه. صاعقه كهربائيه بتفقد التوازن لفتره في الجسم. اتضربت بيها كتير دي يا اسامه؟ جدا. في مناطق متفرقه؟ طبعا، ومناطق حساسه كمان. طيب وظهرك ايضا كان فيه علامات كده، انا شكيت ان دي ايه دي؟ الحمد لله تداود يعني. كانت برضو اثار من الضرب. ضرب نفس الوسيله دي. وكان في هنا برضو متخيط، كان في تخيط هنا كده. ايوه. بس هي دلوقتي خلاص ما بقتش موجوده. دي كانت ايه، بنيه ولا ايه بالظبط؟ ما اعرفش والله، ما اعرفش، يمكن على حد ما اعرفش. واتضربت بخشب تاني انت قلت لي؟ بخشب. انت يعني في معظم الاوقات لما كنت بتفقد الوعي مثلا يعني كان بيستمر الضرب؟ بيستمر، ما هو متواصل، تعذيب متواصل لايام بقى. لكذا يوم ورا بعض. ما انا قلت لحضرتك انا ما كنتش باكل وبشرب. لكن هي ايه اكتر حاجه كانت بتألمك في التعذيب ده يا اسامه؟ ايه اكتر وسيله من دول؟ غير التعذيب الجسدي، الاهانه، ان هم فاكريني عميل او خان. فاكرينك او بيسوقوك على انك على انك عميل او خان. قول لي يا اسامه، يعني اللي حصل لك ده انت ناوي تتنازل عن حقك؟ والله لا يضيع حق وراءه مطالب يعني. بس يعني حاجه زي كده حصلت لك بدنيا ونفسيا وتسببت لك الام عده يعني. ايه اللي نفسك فيه انت؟ اخد حقي. انا عايز اخد حقي برضه من الناس اللي اهانوني دول. انت كنت بتكلمني بره التسجيل دلوقتي انك بتقول انا فرحت بالثوره عشان هي ثوره ديمقراطيه وعداله وعايزين بلدنا يحكمها القانون. هل بتطالب من هذا المبدأ يعني ان اي انسان يرتكب جريمه لازم يعاقب عليها؟ انا لما رحت طبعا انا لما رحت كان عشان كده طبعا. يعني زي ما قلت برضو الثوره بدايتها عيش، حريه، عداله اجتماعيه. عداله اجتماعيه معناها الديمقراطيه يعني. ده لازم يكون في ديمقراطيه، ما فيش ديمقراطيه. انت بتتهم مين يا اسامه؟ انا بتهم ناس انا ما اعرفش هم اهانوني ليه وعذبوني ليه. ناس لما دخلت ميدان التحرير. في اسم شخص تحديدا بتوجه ليه اتهامك؟ في واحد انا شفته ده لابس نظاره كبير، في وشه كبير كده، ده اللي انا فاكره بس منه. ده اللي كان اكتر واحد بيعذبك يعني؟ ده اللي انا فاكره. وده هو ده تحديدا الشخص اللي انت بتتهمه؟ وما كنتش تعرف اسمه الفتره اللي فاتت كلها؟ ما اعرفش اسمه لان انا ماليش علاقه اصلا بالسياسه قوي. انا ماليش علاقه بالسياسه قوي. طيب هو عايز اسالك، ما اعرفش هل هو عضو في جماعه او قائد في جماعه، ما اعرفش. عايزين نقول راينا بكل حريه. ان شاء الله مصر هتبقى كويسه. لقيت الناس ديت بتتعامل معايا بالمعامله ديت، ما اعرفش ليه. ما هو انا قلت لك قبل كده هو غباء منهم. وغباء بغشم يعني انا ما اعرفش ليه هم اتعاملوا معانا بالطريقه دي. وانا شفت ناس معايا برضو، يعني انا شفت ناس معايا كانوا برضو ممسوكين ومتأيدين بايديهم ورجليهم وتهانوا برضو. انا حتى مش عايز اقول لك ان انا تبولت على نفسي اكتر من كده. تبول ارادي يعني. حسيت مش عارف اروح حمام، مش عارف اعمل حاجه، وما باكلش ولا اشرب. بس معلش يا اسامه، ربنا يرجع لك حقك ان شاء الله. وتأكد ان مصر بخير
وفيها رجال بتخاف على الحق ان شاء الله وعلى القانون، وهيرجع عارفين وموجودين في ميدان التحرير، وهيبقوا موجودين برضه في ميدان التحرير. شكرا لك أسامة.